نفتح قوسا كذلك في هذا المجال ليوجه عتابا لأخي وزير الخارجية أحمد عطاف. وسي أحمد عطاف اللي ما يعرفوش كان عنده الحظ، عمره في 30 سنة 31 سنة صار سفير. كاين جماعة راهم الآن في تجاوزوا 60 وزارة الخارجية وما صحت لهم السفارة. وكان عنده الحظ وهو في 40 صار وزير خارجية. وكان عنده حظ بعد غياب قريب 30 سنة عاود رجع وزير خارجية. المفروض يعرف تقاليد الدولة الجزائرية. نحن لا ننازع الدولة ممارسة الدبلوماسية، ولكن نقول بأنه من واجبنا كجزائريين، أحزابا، نخبا، رجال أعمال، طرق صوفية، فنانين، رياضيين، أن نمارس الدبلوماسية، وغيرهم أن نمارس الدبلوماسية ليس بالدراهم، نمارسها وجوبا لتعضيد كقوة ناعمة تعضد دور الدبلوماسية الجزائرية ولا تنافسها ولا تقوضها ولا تكون بديلا لها. نعم، العلاقات الخارجية يوجهها رئيس الجمهورية ويمارس تنفيذها بأدوات دبلوماسية وزارة الخارجية، وزير الخارجية لا سيما والأمين العام لوزارة الخارجية. كنا نتمنى ونحن بهذه الأهداف الطموحة لعقد تظاهرة بهذا الحجم وهذه الضخامة أن يلتقينا وزير الخارجية، يلتقي الزوايا ويلتقي رؤساء الأحزاب ويلتقي رجال الأعمال ويلتقي الصحفيين ويلتقي كل الناس. ما قدرتش تلتقينا السيد وزير الخارجية والسيد الأمين العام، تبعثوا لنا مذكرة قال نحن أمام تظاهرة تمس بصورة الدولة الجزائرية وليس بصورة السلطة، لأننا دائما في حركة البناء الوطني ومن باب بناء الوعي نقول بأن مسألة الدفاع ومسألة الأمن ومسألة العلاقات الخارجية هي من مهام الدولة الجزائرية وليس من مهام فقط السلطة التنفيذية، وهي يجب أن لا يختلف عليها أي جزائري مع جزائري آخر. يجب أن نقف صفا واحدا إلى جنب رئيس الجمهورية للدفاع عنها.